السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم عن الفساد باترن، ده الباترن العاشر اللي موجود معانا. ايه هو الفساد باترن؟ لو بصينا للديفينيشن بتاعه بيقول فساد is a structural design pattern that provides a simplified interface to a complex subsystem consisting of many classes. يعني ايه؟ هو اول حاجه هو من النوع اللي هو structural design pattern المسؤول عن تنظيم العلاقه بين الاوبجكتس وبعضها. طيب تاني حاجه provides a simplified interface، ان هو بيوفر لك طريقه سهله وبسيطه تتعامل بيها مع السب سيستم اللي هو النظام الداخلي، او المقصود بالسب سيستم هنا ان في كذا كلاس وكذا وظيفه مرتبطه ببعض. طيب عشان خاطر نفهم الكذا كلاس والكذا وظيفه اللي هم مرتبطين ببعض، لو احنا جينا بصينا للشكل اللي معانا ده، الشكل ده جايبينه من الكتاب اللي هو دايف انتو ديزاين باتر، ان هو هنا عندي الكلاينتس دول جايين يستخدموا بعض الخدمات اللي في المبنى ده او البيت ده مثلا. ففي بعض الخدمات اللي موجوده عندي، وليكن انا بستخدم الكهرباء او شبكه التليفون او ايا كان من الخدمات اللي انا بستخدمها. طب وانا بستخدم الكهرباء او شبكه التليفون او اي خدمه ما بستخدمها، او بستخدم الغاز في البيت ده او اي حاجه، لو انا بصيت هنا لشبكه الكهرباء او شبكه التليفون المحمول اللي موجوده عندي، فانا ككلاينت لما اجي استخدمها انا ماليش دعوه مين اشتغل قبل ايه عشان خاطر يقدم لي الخدمه. يعني انا دلوقتي وانا بحط الفيشه في الكهرباء انا ماليش دعوه ان اتمدت الكابلات في الكهرباء الاول وبعدين طلع الضغط العالي وبعدين ادى الكهرباء لبرج الشبكه. طب يعني انا ماليش دخل مين جه قبل مين وايه الحاجات دي كلها. انا في الاخر انا بستخدم الكهرباء او بستخدم شبكه التليفون، ماليش دعوه بالعوامل الداخليه. فهو ده الشكل المبسط للفساد، ان هو في الاخر بيعمل انكابسوليت لكل الحاجات دي ويديك الخدمه في الاخر جاهزه تستخدم منها كلاس واحد اللي هو الفيشه الكهرباء او شبكه التليفون مره واحده. طيب هنا لو احنا جينا بصينا للجزء الثاني بيقول instead of letting clients interact with all the subsystem classes directly, a facade class encapsulates the workflow and exposes only the essential functionality. وفي الاخر مش بيخليك تتعامل مع الكهرباء مع الضغط العالي بشكل مباشر او مع برج الشبكه بشكل مباشر، هو بينكابسوليت الحاجات دي كلها ويديك الخدمه اللي هو الفساد باترن او الكلاس اللي هو بتاع الفساد باترن في الاخر. فهو ده الشكل المبسط للفساد باترن. طب لو احنا جينا بصينا برضه عشان نفهم الدنيا بتبقى ماشيه ازاي، ده سيستم اللي هو مثلا وليكن زي يوديمي او ايا كان زي اليوتيوب او اي حاجه. لو انت جيت بترفع فيديو، فاول حاجه انت بترفع الفيديو، ثاني حاجه لو انت مثلا بقى رافع الفيديو بصيغه معينه بيعمل كونفرت للفيديو بتاعك مثلا لصيغه ام بي 4، بعد كده بيعمل اللي هو الميتا داتا اللي هو اسم الفيديو وصوره الفيديو او المكونات الاساسيه بتاعه الفيديو، بعد كده بيرفع الفيديو على سي دي ان ابلودر، بعد كده بيعمل نوتيفيكيشن ان والله ان الفيديو بتاعك اترفع دلوقتي خلاص. فالحاجات دي كلها عشان خاطر انا ككلاينت انا برفع الفيديو وبيحصل عندي اكشن على الفيديو ان هو بيترفع، وبعد كده بتعمل له كونفيرت، وبعد كده بيتعمل له اللي هو الاوديو نورماليزر، بعد كده بتيجي الميتا داتا، وبعد كده بترفع على سي دي ان، وبعد كده نوتيفاير. لو انا كل كلاينت موجود عندي عشان خاطر يستخدم السب سيستم اللي موجود عندي ده او النظام الداخلي اللي موجود عندي في السيستم عندي، لو كل كلاينت موجود عاوز يستخدم نفس الحاجه بنفس الترتيب، فده هيدك عالي جدا على اللي هيستخدم الخدمه، لان هو مطالب ان هو يراعي الترتيب اللي موجود عندي. ما ينفعش ان انا اروح اعمل اوديو نورماليزر من غير ما انا ارفع الفيديو، او ان انا اعمل كونفرت للفيديو من غير ما انا ارفعه. فدي خطوات بتبقى ثابته ومرتبه وتبقى تحت بعض، عشان خاطر كل واحد يبقى يحفظ الخطوات دي ويمشي عليها، فالموضوع بيبقى فيه هيدك كبير. فالفساد هو بقى بيعمل لي انكابسوليت للكلاسز دي كلها او الوظائف دي كلها ويحطها لي في كلاس واحد، وانا ككلاينت استخدم الكلاس ده بشكل مباشر. فعشان خاطر برضو نشوفها خلينا نشوف المثال العملي اللي معانا. لو احنا جينا بصينا على الابلكيشن اللي موجود عندي هنا، فاول حاجه انا عندي اللي هم الست كلاسز دول مرتبطين ببعض ماشيين بترتيب معين. ما ينفعش ان انا ارفع فيديو الا عن طريق الست خطوات اللي موجودين دول، تمام؟ فما ينفعش هنا انا عندي اول حاجه الفيديو ابلودر، وبعد كده الفيديو كونفرتر والاوديو والميتا والسي دي ان والنوتيفاير. ما ينفعش ان انا اروح اعمل كونفرت لفيديو معين وهو لسه ما اترفعش، تمام؟ وبعد كده بعد ما ارفع الفيديو واعمل له كونفرت اخد الفيديو اللي اتعمل له كونفرت ده وبعد كده اعمل له اوديو نورماليزر، ان انا بروح احسن جوده الصوت اللي موجود عندي. بعد كده بطلع الميتا داتا عندي اللي هو الديوريشن والريزوليوشن والسايز بتاع الفيديو نفسه، وبعد كده برفع الفيديو على سي دي ان، وبعد كده ببعت نوتيفيكيشن ان الفيديو اترفع. فلو احنا رنينا الابلكيشن هنا كده بصينا، انا اول حاجه بكتب اسم الفيديو مثلا، اقول له احمد.avi، بعد كده اديله الايميل. طيب بعد كده قال لي ايه؟ قال لي الفيديو سيفد
تو ابلودز على احمد دوت اي في اي، وبعد كده عمل لي هنا كونفرتد، تحول لام 4. بعد كده قال لي اوديو نورماليزد، والفيديو ميتا داتا الديوريشن بتاعه 6 دقائق، والريزوليوشن بتاعه 1080، والسايز 128 ميجا. وقال لي السي دي ان، اللينك بتاع السي دي ان اهو، وبعت لي ايميل على الايميل بتاعي، قال لي اللينك بتاع الفيديو بتاعك موجود، وقال لي فيديو از ريدي تو ببلش، جاهز للرفع. طيب فانا هنا بقى مش من الطبيعي ان اي كلاينت هيستخدم رفع الفيديوهات عندي على يوديمي او على يوتيوب او على اي منصه فيها فيديوهات، المفروض ان هو يكون عارف كل الخطوات دي بالترتيب، والورك فلو بتاعها يكون ماشي مظبوط. فانا عشان خاطر احل المشكله دي، بدل ما اتعامل مع الكلاسز او الوظائف المترابطه دي، اروح انا اعمل لهم انكابسوليت في مكان واحد او في كلاس واحد، واجي استخدم الكلاس ده، او الكلاينتس اللي عندي تستخدم الكلاس ده بشكل مباشر، ما تعرفش ايه اللي جواه زي ما احنا شرحنا في البرزنتيشن قبل المثال. فانا عشان اعمل كده استخدم الفساد، فاجي هنا اقول له فساد، اعمل فولدر اسمه فساد. هاجي بعد كده هنا اقول له اد نيو كلاس، اسميه فيديو بروسيسنج فساد. هاجي هنا في الكلاس ده، كل اللي هعمله استخدم هنا الكومبوزيشن عشان خاطر مش عاوزين نعقد الامور. فاجي هنا اقول له برايفت ريد اونلي، واقول له هنا فيديو ابلودر، وبعد كده اقول له اندرسكور ابلود، واقول له ايكوال نيو. تمام، خلينا ناخدهم كابي بيست كده. وبعد كده الفيديو كونفرتر، واقول له هنا اندرسكور كونفرتر. بعد كده الاوديو نورماليزر، واقول له هنا نورماليزر. بعد الاوديو نورماليزر هنيجي للميتا داتا، واقول له هنا اندرسكور ميتا. وبعد كده السي دي ان ابلودر، هنقول له هنا سي دي ان. وبعد كده النوتيفاير، نقول له اندرسكور نوتيفاير. هنا كده خلينا اندرسكور نوتيفاير. تمام، انا رحت عملت انيشاليزيشن لكل الكلاسز اللي موجوده عندي جوه الكلاس اللي هو الاساسي اللي هو فيديو بروسيسنج فساد. تمام، هاجي بعد كده اعمل هنا بابليك فويد، واقول له بروسيس، ميثود اسمها بروسيس، اللي هنا البي كابيتال. وبعد كده اقول له انا محتاج بس سترينج الفايل نيم، محتاج سترينج اللي هو التيتشر ايميل. تمام، كل اللي انا هاجي اعمله هنا بقى، هاجي هنا في البروجرام كلاس، هاخد كل الكود ده كده واروح استخدمه في الفساد. تمام، بس مع تغيير الانيشاليزيشن اللي احنا عملناهم هنا. اقول له ابلودر، ونيجي هنا نقول له كونفرتر، وبعد كده نورماليزر، ونيجي هنا نقول له الميتا، وهنا اندرسكور سي دي ان، واخر حاجه النوتيفاير. نورماليزر لا، هنا النوتيفاير. تمام، هنا بس اديله التيتشر ايميل. طيب ممتاز جدا، انا كل اللي انا عملته خدت الكود اللي انا عامله نفسه، وخليت جوه الكلاس يتعمل انيشاليز لكل الكلاسز اللي مربوطه ببعض، اللي فيها وظائف مربوطه ببعض. وبعد كده عملت ميثود هنا حطيت فيها كل الكود او اللوجيك اللي موجود عندي. بعد كده هاجي في البروجرام كلاس، خلينا نعمل كومنت لكل الكود ده كده. هناخد دول، بعد كده هنيجي هنا، هاجي بس اقول له نيو فيديو بروسيسنج فساد. وبعد كده اقول له البروسيس، واديله الفايل نيم، وبعد كده اديله التيتشر ايميل، او هنا انا مسميه ايميل. تمام، بعد كده رن الابلكيشن، هاجي اديله الفيديو دوت اي في اي، وبعد كده اقول له احمد example.com، فجاب لي نفس الناتج هنا. قال لي الفيديو سيفد اللي هو فيديو اي في اي، وبعد كده عمل له كونفيرت، وبعد كده قال لي الاوديو نورماليزد، والفيديو ميتا داتا اداني الديوريشن بتاعه والريزوليوشن والسايز، واداني الابلود الفيديو سي دي ان اللينك بتاعه، وبعد كده بعت لي نوتيفيكيشن وقال لي فيديو از ريدي تو ببلش. فجاب لي نفس النتائج
بس انا عندي اي كلاينت بعد كده هيجي يستخدم الورك فلو بتاع رفع الفيديو بعد كده، هو محتاج ان هو يستخدم الميثود او الكلاس ده بس. فهو ده الفساد باترن. اتمنى ان هو يكون وصل للناس، وهسيب لكم ان شاء الله الكود في الديسكربشن، واشوفكم في درس جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.